بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم ندى من قناة توتة هاند ميد. زي ما شفنا الفيديو اللي فات كان فيديو المشتريات. المرة دي بقى فيديو الحاجات اللي نفذناها زي ما قلت لكم لأوردر المحل اللي هو بالجملة. دي كده كانت سلاسل لولي، فيها فواصل من التفسيرة وفواصل من الفيمو، أشكال كده مختلفة زي ما احنا شايفين. طبعا زي ما قلت لكم اسألوني على الأسعار هرد عليكم. ده كده طقم أساور، هو بيبقى قطعتين، قطعة فيها المقاس 8 ومقاس 6 من الفيروز طبعا زي ما احنا شايفين كده. ودي أساور من الربر مع فواصل هيماتايت وكسر الحجر. هو كان طالب من كل حاجة، الحمد لله كان طالب دستة من كل حاجة. فأنا كده بوريكم دي ألوان مختلفة لكسر الحجر. أساور دي شكلها جميلة جدا جدا وفي اللبس تحفة يا بنات. طبعا أنا بدي بسعر الجملة بالنسبة للطلبات اللي هي الدستة وكده. ودي أساور كده كانت من الكريستال مقاسها 4، والفواصل كده خرز ذهبي مع العين الزرقاء. ودي أساور الكابلز بقى اللي هو خرزة بيضة وخرزة سودا، برضو كان مطلوب منها دستة. الدستة بتبقى 24 قطعة. ودي سبح الهيماتايت بقى، مش عايزة اقول لكم يعني جميلة قد ايه. ده هيماتايت حجر طبيعي زي ما احنا شايفين كده قدامنا، هو حجر طبيعي معدني. وده كده موديل جديد عبارة عن سبحة 33 حبة من خرز الكريستال وفواصل الهيماتايت. وده اللي هي كده معدنية، دي سبحة بتتلبس في الايد يا بنات. شفتوا الالوان بتاع الكريستال بجد تحفة. 12 قطعة برضو. ودي كده عبارة عن حظاظات من خرز التفسيرة، حظاظات بالخيط، خيط البوليستر زي ما احنا شايفين كده، ألوان مختلفة تحفة جدا في اللبس جنب الساعة. ودي برضو حظاظات، وعلى العهد بقينا. للأسف هو كان طالب منها دستة، هي المفروض قابلز فبتبقى 24 قطعة. بس للأسف ما كانتش متوفرة خالص. لما نزلت كده اشتري الطلبات ونزلت سألت عليها تاني برضو ما كانتش متوفرة، كان العدد ده بس الموجود عندي. ودي أساور قابلز برضو اللي هي التاج والأسد، فواصل التاج والأسد دي برضو معدن زي ما احنا شايفين كده. وهنشوف برضو تغليف الحاجات دي كلها ازاي. ودي اسورة كده قابلز مغناطيس، هو ما كانش طالبها، هو انا وديتها له بس كده علشان لو حب يطلب زيها. ودي الكروت طبعا بتاعت اللي انا هغلف فيها الشغل كله. هبتدي ان انا اغلف الشغل وهرجع لكم تشوفوه بعد ما اتحط في الكروت واتحط في الكيس بتاعته. زي ما احنا شايفين كده الشغل اتحط في الكروت بتاعته. دي المرحلة قبل ما يدخل في الكيس بتاعه. بصوا شكل الطقم في الكارت بيبقى حاجة تانية خالص. طبعا عشان ده شغل رايح لمحل او حتى لو غير رايح لمحل، لو يعني اوردر شخصي برضو بيتغلف نفس التغليف ده كده. بس انا حبيت اوريهولكم عشان برضو البنات اللي عايزة تشتغل تاخد فكرة عن التغليف، تعرف يعني. برضو انا المحل اللي هو بيبيع مستلزمات التغليف ده انا معايا الرقم بتاعه، لو حد اي عاوز يوصله او كده ممكن اديله الرقم. دي كده السبحة زي ما احنا شايفين كده، بيبقى شكلها على الكارت مختلف زي ما احنا شايفين كده، الوان مختلفة طبعا. ده اللي لا اله الا الله، دي برضو كنت اول مرة اشوفها فعجبتني. ودي الاسورة اللي هي الكابلز المغناطيس. وده شغل بقى اللي هو بيتحط الكارت اللي هو فيه 12
زي ما احنا شايفين بجد شكلهم على الحقيقة يعني جميل جدا، مش عشان انا اللي عاملة الشغل بس بجد هو الكاميرا مش بتبقى مبينة الشغل على حقيقته فعلا، ومش بتبقى مبينة جمال الشغل عامل ازاي. زي ما احنا شايفين كده دي الأساور اللي هي الكريستال، ودي الكابلز اللي هي وعلى العهد بقينا، اللي انا قعدت ادور عليها كتير بس ما لقيتهاش للاسف. ان شاء الله لما انزل المره الجايه اسال عليها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديده باذن الله. ده كان تغليف كده السلاسل والسبح، لان انا ما صورتوش، لان هي طبعا بتبقى لازم تتغلف في الكيس الاول وبتتدبس زي ما احنا شايفين كده، عشان يبقى سهل على المحل ان هو يعرضها ويحافظ برضو على المنتج من التراب، من العفور، من اي حاجة ممكن تبوظ الشغل او تخلي الزبون ما يشتريهوش. دي كده كانت سبحة انا حطيتها هدية في الاوردر. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله اللي هنزلها. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو.